ستايل ولا ترند؟ هاي، أنا ندى your personal stylist. لما ينزل ترندز في المحلات وتبقى الموضة الجديدة في كل حتة، هختار الستايل بتاعي ولا هختار أمشي على الموضة والفاشن؟ لا، هختار الستايل بتاعي. الستايل بتاعي هو اللي مهم، ودايما هأكد عليكم كل واحدة عندها ستايل خاص بيها. مش مهم الموضة بتقول ايه أبدا، نسيب الموضة، هنقي منها اللي أنا عايزاه. يعني لو في حاجات ما تناسبنيش يبقى خلاص، يبقى دي مش هشتريها، مش هتناسبني. ما حاولش اعمل مجهود انه اقول هي مش لايقه عليا وافضل اجيبها وافضل احاول وفي الاخر مش هلبسها. لو انا مثلا شخصيه كلاسيك وطول الوقت بلبس حاجات معينه بطريقه معينه بفيري فورمال لوك، مينيماليست، بحب الوان معينه، طيب ونزلت الموضه السنه دي ان فيها باتش ووركس كتيره، فيها حاجات بتلمع كتيرة، فيها الخامات كمان اللي بتلمع، فأنا قلت هنزل أشتريها. هلاقي إنه أنا الدولاب بتاعي مش عارفة أعمل بيه ماتشنج مع القطعة اللي أنا جبتها، وكل ما بحاول أعمل بيه حاجة ألاقي إنه في حاجة غلط، وبعدين اكتشفت إن هو مش لايق عليا، هي دي مش شخصيتي، فبقت القطعة دي موجودة عندي وأنا مش عارفة ألبسها. في فرق كبير بين ان انا عندي الايدنتيتي بتاعتي، الهوية الخاصة بيا وشخصيتي والستايل بتاعي، وان انا كل شوية بطور فيه، ده موضوع، وانه انا قررت ان انا عارفة الستايل بتاعي بس ببعد خالص عنه. لما ببعد خالص عنه بجيب حاجة الكونتراست بتاعه العكس بتاعه تماما، ما بيطلعش مظبوط عليا لانه مش لايق على شخصيتي. فان انا اطور الستايل بتاعي، طبعا لازم من وقت للتاني نطور الستايل بتاعنا، بنعمل ميكس اند ماتش بطريقه مختلفه، ببتدي ازود لون، ببتدي اتعامل مع اللون اللي انا بحبه بس بدرجات مختلفه، بغير في شويه في الاطوال بتاعه الحاجات اللي انا بلبسها، في الاكسسوارز بتاعتي، بس ما بروحش الشخصيه عكس شخصيتي واقول انا عايزه اجرب، لانه هويتي اهم بكتير قوي انه اقول انا لابسه زي الموضه وانا ماشيه على الموضه. ما اخشش ابدا محل واخلي البنت اللي بتساعدني في المحل انه هي اللي تنقي الطقم بتاعي وتجيبهولي، لانه هي بتقولي ده اخر موضه وده اللي كل الناس بتشتريه، فهي اللي بتقولي اشتريه فاشتريه انا كمان. لا، لانه لازم اكون عارفه انه ده مش الستايل بتاعي، هي مش عايشه معايا ومش عارفه الايدنتيتي بتاعتي، هي بتبيع الفاشن بس انا دايما بشتري ستايل.